السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مدام رحاب. ولو اول مرة بتشوفوا القناة، احنا بنعمل ريفيوهات عن منتجات يعني في معظمها منتجات التجميل. تمام. وطبعا انا بشتغل في شركة ايفون، بجرب منتجات كتير وبقول لكم رأيي فيها بصراحة جدا. آه ودايما لما بكون معجبة بمنتج بقول لكم ان هو حلو. طيب احنا النهاردة عندنا هنفتح صندوق طلبية. الطلبية دي كانت من شهر ابريل. الطلبية دي بسم الله ما شاء الله لعروسة. هي طالبة شوية حاجات كده كبداية، يعني بدأت تجهز الحاجات بتاعتها. وفي ليها برضو اوردر من شهر 5. هنبقى لما يوصلنا يعني ان شاء الله بإذن الله هنبقى نفتحه. هو الاوردر ده كان يعني في الشحن وكده. وطبعا انتوا عارفين شهر 4 بقى كان فيه الأول هنفتح الاوردر ونقول بسم الله. انتوا عارفين بقى في شهر 4 احنا بيكون معانا ايه بقى؟ اجازات كتيرة جدا جت علينا بصراحة، يعني ما شاء الله. كانت ايام جميلة، كل سنة وانتم طيبين. ودلوقتي احنا في امتحانات، ربنا يوفق الولاد. اما بيكون معانا طلبية، احنا لما بنفتحها بيكون في اول حاجة بنلاقيها في الطلبية هي فاتورة. تمام. طيب الطلبية معانا فيها حاجات بسيطة وفيها هدية، وهقول لكم ايه هي الهدية. بصوا بقى يا جماعة، اول حاجة الطلبية كانت عبارة عن عرض بارفين. تمام. العرض ده كان سيلب وبربلانكا هوب. طبعا هوب اللي هو الامل. احنا بقى معانا ايه؟ ان شاء الله يكون امل خير يا رب، وربنا يتمم بالخير لكل عروسه بتتجوز. احنا معانا هنا السيلبر والبور بلانكا. طبعا كانت سيلبر نازله في الكتالوج ب 250 جنيه، وكانت بور بلانكا نازله ب 245 جنيه. تمام. طيب العرض بقى كان بيقول ايه؟ كان الاتنين مع بعض ب 380 جنيه، يعني نقول ان هما كانوا مثلا ب 400 جنيه، فاحنا هنا بنوفر حوالي 100 جنيه في الموضوع ده. موفرين في العرض حوالي 100 جنيه. دايما يا جماعة لما تكونوا بتشتروا حاجات حاولوا ان انتوا تشوفوا الحاجات المناسبة ليكوا، وفي نفس الوقت يكون سعرها مناسب وسعر كويس، خصوصا في يعني الاسعار والارتفاعات اللي احنا فيها. طيب بصوا بقى ايه كمان كان في الاوردر وحاجة جميلة وقمر. في معانا اللي هو الالوها موناي، اللي هو لوشن للجسم. اللوشن ده حجمه 200 مللي. يمكن انا اول مرة اطلع اللوشن الالوها ده في القناة. هو بالكوكونات جوز الهند وزهرة الطيار، وهو خفيف وسريع الامتصاص طبعا زي ما كل. طبعا المجموعة دي الاول دي ايفون ناتشرال. وطبعا عايزه اقول لكم انها بتتصفى من ايفون، يعني خلاص احنا يعني قربنا ما يبقاش فيه المجموعه دي معانا. بتتغير لمجموعه ايفون كير. تمام. يعني هي مش هتلاقي خالص في حاجات ايفون كير وفي حاجات هتدخل في ايفون سينسز. المهم يعني ال- اللوشن 200 ملي. طبعا هو صناعة بولندية زي ما احنا عارفين زي منتجات ايفون اهو. صناعة بولندية. اوكي باين. في كمان ان هو سريع الامتصاص وبيدي ملمس ناعم اللي عايزه اكلمكم عليه. وطبعا ده اللي خلاني مش هفتح الغطا من هنا. ليه ما بنفتحش الغطا؟ طبعا زي ما قلنا الحاجات دي بتاعه العروسه هي المفروض بتستخدم خلال 12 شهر من الصلاحيه، من تاريخ يعني من تاريخ الفتح. 12 شهر من اول ما افتح الغطا. ده ملوش علاقه بتاريخ الصلاحية اللي هنا، يعني ملوش علاقة. هنا تاريخ الصلاحية ممتد معايا زي ما انتوا شايفين لحد 2025 اهو. تاريخ الصلاحية موجود معايا لحد سنة 2025 ان شاء الله. تمام. لكن انا لو فتحته دلوقتي يبقى احنا النهارده مثلا في شهر مايو في سنة 2023، يخلص في شهر مايو 2024. المفروض ما استخدمش بقية الكمية. ليه بقى؟ لانه بيكون طبعا اتفتح وتعرض للهواء والكلام ده. فهم هنا نصيحة ان احنا نستخدمه من 12 شهر من الفتح، او في حدود 12 شهر من الفتح. طيب ايه تاني بقى معايا؟ وده كان النصيحة بتاعتي ليها لاني جربته الشتوية ديت وكان بصراحة حاجة ممتازة جدا، اللي هو البادي ووش او غسول الجسم بزبدة الكاكاو بالكوكا باتر. تمام اهو. عايزه اقول لكم ان هو في منتهى الجمال بصراحه. رغوته حلوه، يعني بيعمل رغوه قويه ورغوه حلوه. وفي نفس الوقت غير انه بيعمل رغوه قويه هو مرطب لانه بزبده الكاكاو وباللوشن المرطب.
طبعا انتوا كنتوا عارفين مجموعة ايفون كير اللي بالكاكاو كان لونها بني، ودلوقتي طبعا شكلها اتغير زي ما انا وضحت لكم قبل كده. لكن ده كان التصفية بتاعته، كان نازل في عروض الاعضاء الخاصة في التصفيات، يعني ما كانش نازل في الكتالوج. تقريبا كان هو سعره ب89 جنيه، يعني ده عايزة اقول لكم ان ده سعر الفاتورة، 89 جنيه ده كان سعره النهائي. فاحنا هنا هحط لكم صورة، هو يعني هو حاجة و80، معلش يعني، عشان بس لو مش 89 هحط لكم صورة العرض في الفيديو، هتلاقوها موجودة هنا. طيب احنا قلنا دوت 400 ملي، وبرضو صناعة بولندية، وبرضو بيستخدم في 12 شهر من تاريخ الفتح. تمام. عايزاكم يا جماعة تجربوا بجد اللوشنات الكريمية دي، قصدي الشاورات الكريمية دي، لأنها حلوة جدا على فكرة. طيب ايه تاني معانا بقى؟ بصوا بقى الهدية الجميلة القمر دي هدية. تمام. لما تعملي الطلبية عن طريق تطبيق ايفون اون، انت كعضوة في ايفون، والكلام ده الاعضاء ايفون، لما بتعملي الطلبية عن طريق ايفون اون ممكن تاخدي هدية في فترات معينة الشركة بتبقى محدداها كتحفيز. فكان في ال3 ايام اللي احنا طلبنا فيهم الطلبية ديت، كانت تقريبا في اثناء العيد، كان في بتاخدي هدية منتج مجاني. المنتج ده على فكرة متوفر في الكتالوج، سعره برضو في السبعينات كده، يعني حاجة و70، 73 تقريبا. المنتج ده عبارة عن قلم تحديد للشفايف وللعيون، يعني بتقدري تستخدميه لشفايفك وفي نفس الوقت بتستخدميه في عينيكي. طبعا العيون للرسم الخارجي يا جماعة، يعني زي ما انتوا شايفين الرسم موضحه لنا هنا، موضحه لنا ايه ده؟ للرسم الخارجي، يعني برسم بيه بره العين، مش بحط كحل جوه العين، هو مش كحل، هو تحديد لحوالين العين. طب اللون بتاعه ايه؟ اللون بتاعه جميل جدا، اللون بتاعه بينك. تمام. طبعا القلم زي ما انتم شايفين قلم خشب، بصوا هو بيتبري من هنا، قصدي هو قلم خشب اهو عادي، وبيتبري من هنا ازاي؟ يعني هنبري من ناحيتين. المهم يعني هو طبعا اهو القلم بيتبري، ماشي. عشان انا بيجيلي اسئله كتير قوي على الاقلام دي، بيقولوا لي السن لما بيخلص، كنت عامله قبل كده ريفيو عن اقلام بس مش ايفون. وكل شويه يسالوني طبعا انا برحب بكل الاسئله، بس انا قصدي بوضح عشان ما تحتاروش. طيب هنا درجته اهي مكتوب عليه درجه بينك، تمام اهي الدرجه مكتوبه، اوكي درجه البينك، والدرجه زي ما انتم شايفينها في منتهى الجمال، وحاجة جميلة جدا. نشوفها كده على حاجة على سطح أبيض، لو كانت كده تبقى باينة يبقى كويس جدا. تمام. أنا بحب أبين لكم الدرجة في فلاش ومن غير فلاش. تمام. أنا أعتقد إن الدرجة من غير فلاش هي شكلها أوضح بكتير. المهم يعني إن القلم ده كان جاي هدية، ودايما اسألوا عن الهدايا والحاجات الحلوة اللي انتوا ممكن تحصلوا عليها لو انتوا كنتوا اعضاء في ايفون. كمان كان عندنا هنا عرض للرول اون، الرول اون بتاعنا بتاع ايفون طبعا معروف بتاع البرفانات. عندنا عرض على فاراوي، وسعره دلوقتي حاليا 40 جنيه. اوكي. ده الاتنين دول كانوا نازلين مع بعض ب60 جنيه، تمام للاعضاء. طبعا انا لما بقول لكم عروض للاعضاء ده بيبقى معناه ان السعر بيبقى حلو جدا، وعشان كده دايما بسيب لكم لينك العضوية في صندوق الوصف بتاع الفيديو، عشان لو حد فيكم حابب يعمل عضوية. العضوية يا جماعة مجانا، بتستفيدوا طبعا، بيكون في فوائد ان احنا نعمل العضوية ونستفيد بيها. طب المنتج بقى اللي معانا ده المنتج الاخير اللي هو ختامه مسك، ده معانا يا جماعة كريم الايدين البومجرانيت الرمان. الرمان معروف ان هو مضاد للاكسده. طب الكريم ده فعلا مضاد للاكسده، هو بيعمل 3 حاجات: هو بيرطب، وريديانت يعني بيخلي البشره كده تاخد ضي مضيء، ضي مضيء عن طريق ان هو مش ان هو فيه اي فتافيت، مثلا اللي هي الحبيبات اللي هي المضيئة الصغيرة دي اللي بتبقى في المنتجات المضيئة، لأ، ده عن طريق انه بيرطب البشرة وبيديها المظهر الصحي، وبيخليه ومضاد للأكسدة بحيث ان هي ما تغمقش. طيب انتي لو استخدمتي اي حاجة في المطبخ بتخلي ايديكي تغمق، يعني بصوا مثلا ممكن واحد ايديه تغمق من اي حاجة، من توابل، يعني مش عايزة اقول لكم مثلا شوية كاري وكركم بتتبلي بيهم حاجة بيعملوا لك كده ضوافرك. يعني المهم هو بقى نزل تاني ورجع
الكريم مضاد للأكسدة، كريم مهم جدا لأنه بيستخدم للمنطقة المحيطة بالأظافر. يعني ادي هنا نقرا مع بعض ونشوف مكتوب عليه ايه. بصوا: كريم مقاوم للأكسدة مرطب لبشرة اليدين، يتركها بضي مشرق. طبعا احنا قلنا يعني ايه بضي مشرق، وهو بيعتني أو يوضع على بشرة اليدين والأظافر والبشرة المتصلبة المحيطة بالأظافر. ودي بصراحة أهم جملة في الموضوع، البشرة المتصلبة. ليه بقى؟ لأن ناس كتير قوي كانت دايما بتسألني على الكريم اللي هو فاكرينه اللي كان بالخيار والصبار. ده كان برضو بيعالج الموضوع بتاع الكيوتيكال اللي هو الجلد المحيط بالأظافر اللي بيبقى هنا ده. هنا كان بيرطبه وبيعالجه ويخليه حلو جدا. برضو كريم الرمان بيرطبه وبيعالجه، ريحته حلوة جدا ومضاد للأكسدة. بنصحه كلكم ان انتوا تشتروه، هو تمنه 63 جنيه. الحجم بتاعه 75 ملي، ولكل انواع البشرة all skin types. وبعدين هنا هو طبعا برضو صناعة بولندية، وزي ما انتوا عارفين منتجات ايفون بيبقى فيه عليها باركود وبتتأكدوا منها ان هي منتجات اصلية وكل حاجة. وطبعا لما بتشتري منتجات ايفون بيبقى اشتري من سيلر مضمون، اشتري طبعا الحاجات دي يعني الكريمات والحاجات دي هي ما فيش فيها مشكلة. المشكلة كلها او الحاجات اللي هي بتبقى فيها التقليد بتبقى في البرفانات او في العطور عموما، لان طبعا برفانات ايفون ليها شعبية جامدة جدا. فالبرفانات بتاعت ايفون بتتقلد احيانا. طبعا بنتكلم في برفانات الكلاسيكيات يعني، لكن المنتجات طبعا انتوا بتشوفوها بنفتحها في الطلبية بتشوفوا ان هي المنتج جاي من الشركة بالكرتونة بتاعته وكل حاجة. هنا سيليبر زي ما انتوا عارفين نعمل برفانات اللي مش بتبقى بسوليفان. نفس الحكاية البور بلانكا برضو من البرفانات اللي مش بتبقى بسوليفان. تمام. وكمان هنا المنتجات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص احنا خلصنا الطلبية. تمام. واشوفكم في فيديو جديد. ولو عجبكم بقى الفيديو اتمنى اشوف لايك على الفيديو. انا مش بقول لكم يا جماعه انا مش عامله يعني القناه علشان نعمل بقى ونتوسع وكده. انا بس بقول لكم ان انتوا تعملوا لايك على الفيديو عشان ببقى حابه اعرف الفيديوهات اللي بتعجب الناس ايه واللي الناس بتستفيد منها هي ايه. وبشكركم طبعا لو كنتوا وصلتوا لحد هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.